السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا وبحبكم جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض لبرج الاسد قراءة المنفصلين لشهر من النهارده، يعني شهر من وقت نزول الفيديو على القناة. النهارده 17 نوفمبر، يعني القراءة من 17 نوفمبر ل 17 ديسمبر 2022. طبعا عايزين نعرف برج الاسد، الشخص دوت او الشريك اللي انت سبته بيفكر فيك ازاي، أحواله في البعد إيه، مشاعره اتجاهك إيه، رسائل من عقله الباطن اتجاهك. هل نوايا رجوع أو لأ؟ طب الرجوع خير ليا ولا لأ؟ طيب، هل في تواصل قريب؟ كل ده النهاردة هنعرفه من خلال قراءتنا مع بعض. بس قبل ما ابدأ القراءة فضلا وليس أمرا، ما تنسوش شير، لايك، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بالنسبة للقراءات المجانية تتابع البث المباشر، أما القراءات الخاصة بس بلينك الفيسبوك، رقم الواتساب، صندوق الوصف، تقدر تتواصل معي لحجز قراءة خاصة. شكرا لكم. نبدأ على طول. برج الأسد، هذه القراءة عامة تكاد تنطبق أو لا تنطبق. لو الطاقة انطبقت معاك فركز معايا وشوف دلوقتي طاقتك معايا، ارميها معايا على الورق يا برج الأسد. يلا بينا مع بعض. برج الأسد، قراءات منفصلين من 17/11 ل 17/12/2022. يلا بينا، ارمي طاقتك معايا على الورق يا برج الأسد. برج الأسد، طيب برج الأسد معايا هنا أحواله في البعد إيه؟ ناخد بس كمان رسائل من عقله الباطن. ناخد رسائل من عقله الباطن. يلا بينا. برج الأسد عندنا هنا طاقة الشريك أو أحواله في البعد العامة. بيقول لي إيه؟ 7 of swords، 5 of cups، 2 of wands، 3 of pentacles، 10 of pentacles. أولا 7 of swords دايما نقول إن هذا الشخص بيتكتم على وضع قوي جدا في حياته، يعني الفترة دي ربما بيكون بيمر بظروف صعبة جدا، أو أمور ربما لو أعلنت تبقى مخجلة بالنسبة له، فبيحاول يداري على وضع معين خوفا من مثلا العلنية بتاعته، أو خوفا من الخجل لو الشيء دوت أعلن. إذا هناك سر في حياة هذا الشخص بيحاول إن هو يداريه، هناك وضع بيحاول يداريه علشان لو اتكشف للعلن الشخص دوت هيبقى في وضع مخجل جدا. عندي هنا الفايف اوف كابس. اعتقد برضو هذا الشخص يا برج الاسد ربما مر بخساره قريبه جدا، لان هنا الفايف اوف كابس دايما نقول ان في خسائر ماديه او خسائر عائليه، خسائر اجتماعيه، ولكن انا بشوف اكتر انها شيء يخص يعني شيء يخص البيت او شيء يخص الاسره، مش ماديه يعني مش فلوس. لان هنا اصلا الوضع المخجل دوت يرتبط بالتين اوف بنتكل، اللي هي العلاقات العاطفيه او العلاقه اللي بتكون بينه وبين شريك حياته. برج الاسد انا بشوف ان التو فونز ان هذا الشخص فيه قرار عايز يتخذه، ولكن منتظر. ربما هو مش مؤهل لهذا القرار دلوقتي، لان عنده الفايف اوف كابس ندم شديد جدا، بيشعر بالوحدة، ممكن قافل عليه بابه، ممكن زعلان جدا جدا، بيحاول ان هو يلم اللي باقي منه، مش عايز حد يعرف اللي جواه، مش عايز حد يعرف اللي بيقاسي منه او المشكلة اللي هو فيها عموما. وتوف وانس هو بيفكر في حد بعيد عنه، وربما هنا التفكير نقول ان هو بعتب على نفسه او بحزن شديد على اللي راح، انه ضيع شيء من ايده كان قوي جدا،
ومثلا اخد حاجة اذته او ضيعته وهو مش قادر يعترف بدوت علشان كرامته او علشان صورته قدام المجتمع. هنا انا بشوف الثري اوف بنتكل هذا الشخص اعتقد في علاقة ثلاثية، والتين اوف كابس علشان هذه العلاقة عمل كتير وممكن ضحى بحاجات كتير وممكن ضحى بالاسد نفسه علشان هذه العلاقة. وهذا الشخص حاليا وضعه في زعل، في ندم، في بكاء على اللي راح، العلاقة اللي هو فيها مش مبسوط فيها، في وضع مخجل جدا، جواه نفسيا متدمر، عنده فراغ عاطفي، ربما عنده خسائر كمان تانية إلى جانب هذه الخسائر. عمل كتير جدا علشان الحاجة دي ما ادتلوش حاجة بعدين إلا الخسارة والندم. طاقة بقى الأسد، طاقة الشريك اتجاهك يا أسد هنا إيه؟ أنا بشوف يعني هنا الكوين دايما، كوين اوف بنتيكل، اللي هو انا عايز اخد قرار وفي حنين اتجاهك او في تفكير اتجاهك، ولكن انا هنجت مين. الهنجت مين ان انا مش عايز اخد قرار اندم فيه، وفي نفس الوقت مش عايز اقرب من شخص او من علاقة ربما يصدني، يقفل باب في وشي. وده معناه ان هذا الشخص من الناس اللي ما بتحبش تعترف باخطائها بسرعه، يعني رغم ان هو ضايق مراره الخساره والندم والتعب والزعل، الا ان هو مش عايز يعترف بده، قافل عليه بابه ومش عايز يتكلم، مش عايز يعلن. فانا اعتقد ان هنا الطاقه بتقول ان هانجت مان والكوين اوف بنتكل ربما هو مبين ان انا مبسوط او سعيد، ولكن الحقيقه ان هذا الشخص بيحاول يداري خيبه امله في اللي هو فيه حاليا، عايز ياخد خطوة اتجاهك ولكن مش قادر، خايف من الصد. عنده كينج اوف سورس بيفكر كتير جدا 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 فيك يا برج الاسد. آه شايف ان انت حاجة قوية جدا ضيعها من ايده، حاجة ما كانش ينفع ان هو يضيعها، ضيعها بغبائه مثلا او ضيعها باستهتاره في العلاقة، ضيعها بان هو ما كانش مقدر قيمة الشيء اللي معاه. الهيرفونت مع التشروت، يعني انا بشوف ان الطاقه هنا رايحالك. اعتقد ان الشخص ده متردد كتير، ولكن انا بشوف انه بيتخذ قرار وايجابي جدا جدا بالعوده اليك مره تانية يا برج الاسد. خلي بالك هذا الشخص حتى لو عاد مش بيعود لوحده، يعني بيعودوا معاه الطرف الثالث، ولو هو ضمنك يسيب الطرف الثالث علشان خلي بالك، يعني هو لما هيعود مش هيعود لوحده، هو بيعود معاه طرف ثالث. تمام كده. ولما بيعود يا برج الاسد لو انت صديته بيفضل مع الطرف التالت، مش بيسيبه، حتى لو بيعمل فيه ايه بس مش هيسيبه. لكن لو انت فتحت له بابك وما صدتهوش اعتقد بيترك الطرف التالت وبيكون معاك. بص بقى، عندي المشاعر بتأكد الكلام ده. توب بنتكل التضحية، انا على اتم استعداد للتضحية ولكن انا مش شايف طريقي، فانا عايز احدد الطريق ازاي. الطريق هنا بيتحدد بالهيرفونت مع الشيرت، ان هو بيجيلك وبياخد خطوة اتجاهك وبيتكلمك وبيتواصل معاك، هو مش عايز يخسر. فهنا الشخص دوت الخسارة عنده حاجة صعبة، فانا ما اقدرش اخسر حاجة عشان حاجة واجي اخسر الحاجة التانية ديت اللي انا خسرت عشانها الحاجة الاولى. فلذلك لازم ابقى على شيء، يا اما حياتي ترجع زي الاول وافضل واحسن وانسى اللي فات ده كله، يا اما هفضل مع الطرف التالت عشان محدش يقول عليا ان انا انسان خايب او انسان فاشل، انسان اتضحك عليا وهكذا. طبعا البيتش اوف وانس، انا بشوف هنا يا برج الاسد ان الشخص دوت في خطوه مفاجاه كبيره جدا جدا. الخطوه ديت هتكون 6 اوف وانس اعتراف بالمشاعر وطلب 4 اوف وانس بالعوده. الشخص ده بيطلب منك عوده قريبه جدا وعنده اعتراف بالمشاعر، وده شيء مفاجئ، يعني مش هيكون فيه تمهيد ليه حتى. الشخص ده بيفاجئ الاسد بشكل كبير ان انا عايز ارجع ليك، انا عايز العلاقه دي تعود مره تانية. انا بشوف كمان هناك تضحية زي ما قلنا، ولكن التضحية دي مش هتحصل الا لو هو ضمن وجودك معاه. لو مش ضامن فمش هيسيب عشان حاجة، هيفضل في العلاقة اللي معاه. طيب رسائل عقله الباطن برج الاسد ليك، ايه الرسائل اللي هو عايز يقولها للاسد ومش قادر؟ اول مسج عايز يقول لي التين اوف وانس ان انا منهار كتير جدا جدا وان انا محتاج لك قوي وعايز اخد خطوات اتجاهك وعايز انهي وضع ضايقني كتير علشانك واتحمل مسؤولية اخطائي، يعني انا مستعد لاي عقاب انت بتفرضه عليا او اي شيء يفرضه عليا الدنيا او القدر او ايا كان. فهنا انا مستعد اعمل اي حاجة عشان ايه؟ عشان اكون معاك.
هنا الفايف اوف وانس، انا في صراع شديد جدا جدا، ولكن عندي مشاعر ان انت خلاص بتروح مني، فانا عايز الحقك قبل ما تمشي وتسيبني. عايز الحق اللي باقي من العلاقة، مش عايز اسيب كل حاجة تروح فجأة. يعني انا ضيعتك ومش عايزة اضيعك اكتر من كده، فعايز اكسب وقت واعود مرة تانية. اذا هنا العودة باذن الله يا برج الاسد بتكون مفاجأة وسريعة جدا. هنا الفور اوف سورس، الشخص ده عايز يقولك ان انا بعيد عنك ولكني بفكر فيك، انا مش ناسيك، انا مركز معاك، انا عايز وجودك جنبي، انا بحاول ان انا اقف على رجلي واساعد نفسي واقف على رجلي من تاني علشان اخد خطوات اتجاهك. فهنا الشخص ده كأنه بيقولك ان انا قلبي معاك مش معايا، وما تفتكرش ان انا وانا بعيد عنك ان انا مش بفكر فيك او مش مركز معاك. الكوين اوف وانز، نظرتي اتجاهك هي نظرة حنين وأمان. أنا كنت رامي حمولي عليك، كنت حاسس معاك بالأمان، كنت حاسس إن أنت الشخص اللي ممكن تطبطب عليا لو الظروف جت عليا. ضيعت من إيدي حاجة قوية جدا جدا، عايز أرجعها تاني مهما كانت الأسباب. عايزه اقول لك حاجه برج الاسد، الشخص دوت حتى لو عيد بالطرف الثالث مش هيقول للاسد ان انا معايا طرف ثالث، ربما يقول لك انا ضحيت. وهنا احتمال يكون في كذب في الموضوع، فهنا الكذب ممكن الاسد ياخده على محمل ان انت بتكذب عليا وعايزنا احنا الاثنين. فتاكد يا اسد الشخص ده مش عايزكم انتوا الاثنين، الشخص ده لو تاكد من وجودك معاه بيسيب الطرف الثالث، ودي الاسباب شخصيه خلي بالك، يعني حاجه ما تخصكش ابدا. طيب هناخد دلوقتي برج الاسد، هل العودة خير او لا؟ مصير العلاقة، طيب وهناخد كمان كيفية التعامل مع الوضع الحالي، نصيحة التارو لينا ايه، وهل في تواصل قريب او لا، وهل عودة قريبة او لا. اول حاجة، هل في العودة خير لينا؟ نعم، وتغيير كمان، مش بس خير، لا ده تغيير كبير جدا جدا في وضع العلاقه اللي بينك وبين الشريك يا اسد. والكوين اوف كابس، هذه العلاقه العلاقه اللي هتدي لك الامان والاستقرار والثقه في النفس، وهترجع لك حياتك مره تانية. خلاص، هنا في تواصل قريب. نعم، الامبرس بيوعدك ان في تواصل قريب جدا جدا بينك وبين هذا الشخص، وهناك في كشف للغيوم وسقوط لاقناع لحاجات كتير جدا جدا حواليك. هتبتدي تشوف حقائق ما كنتش شايفها، على اساس هذه الحقائق تقدر ان انت تتخذ قرار سليم في العوده لهذا الشخص. وخلي بالك لما انا اقول لك كده، اقول لك ان انت مش في وضع مهيأ ابدا، او مش في وضع استعداد ان انت تاخد فيه قرار. اذا هناك غيوم في حياتك بشكل عام يا اسد، مضلل على عينك او انت مش قادر تشوف منه. طيب هناخد دلوقتي العوده قريبه او لا. فهنا اداني البيتش اوف بنتيكل، فالعوده هنا ربما تكون مش قريبه، ولكن التواصل قريب، وممكن يحصل هنا بقى مناوشات او كلام او خد وهات، يعني هيحصل حوارات كتير لحد ما في يحصل عودة حقيقية. وزي ما شايفه انا قدامي الزمون مع السيف سورس، ان في مفيش خروج من الماضي. الشخص دوت ما خرجش من الماضي، لازال عايش فيه، لازال قلبه معاك. في خروج لطرف ثالث من العلاقه. وفي عندنا هنا الايش اوف كابس، يعني طي صفحه الماضي وبدايه لصفحه جديده خالص. يعني هنا الشخص ده بياخد معاك صفحه جديده، هيكون شخص جديد. وهنا زي ما قلنا التغيير تغيير في حاجات كتير مش في حاجه واحده. طيب برج الاسد، كيفيه التعامل ايه مع هذا الشخص؟ البيتش اوف سورس، حط لنفسك قيود وشروط، بمعنى ما ترجعش بسهوله، وفي نفس الوقت ما تديش للشخص دوت الامان بسهوله، كن شخص حذر معاه. الناين اوف وانز، ما ينفعش تفضل خايف من المستقبل، ولكن احذر من اللي جاي، يعني كن على حذر، ولكن بلاش طاقه الخوف، لان طاقه الخوف مش حلوه. اللافرز، طبعا الواضح كده ان انت بتحبه، وان انت لو رجعت له بتسيب مشاعرك ليه بشكل كبير. فهنا انا بشوف لا، حاول ان انت تدي شروط لهذا الحب، وتدي شروط لهذه المشاعر، فما تطلقش مشاعرك
مرة تانية ليه بسهولة وبسرعة. حاول انت تأمن الحتة دي، ان الحتة ديت هتخليك ترضى بأي حاجة بعدين، وده مش حلو خلاص، بالذات لان هو راجع ومعاه طرف تالت حتى لو عايز تسيبه عشانك. بس لو لقى منك تسالم او تنازل فالشخص دوت بيستمر مع التاني. لكن لو لقى منك ان انت جامد وصلب ومشاعرك قوية فالشخص ده بيعافر وبيعمل اي حاجة علشانك. تمام. طيب نصيحة التارو ايه؟ الإيش اوف سورس بداية جديدة في الطريق. برج الأسد، تخلص من أي أفكار سامة، وحاول تعرف إن اللي جاي هي بداية النهاية، بمعنى إن ده هي الحياة الأبدية لبرج الأسد، أو هي الحياة اللي هتستمر فترة كبيرة معاك برج الأسد. فخلي بالك إن اللي جاي دي حياة قوية جدا، ووقت هيجمع بينك وبين الشريك، وقرارك هيتحدد عليه مصيرك في حياتك بشكل عام. خد قرارك وانت متأني وانت هادي وانت عارف انت بتعمل ايه بالظبط. رسائل الرومانس انجل. ودع اي طاقة سامة، خد قرارك وانت مصدقه من جواك عشان يحصل. والمسج التاني بيقول لك حاول يعني تجتهد او تبذل الجهد و الوقت من اجل هذا الشخص او من اجل هذه العلاقة. خد خطوات حقيقية لان هذا الحب حب كبير ما ينفعش تضيعه بسهولة. رسائل العامة. يعني انا قلت لك ايه من دقيقة واحدة؟ قلت لك انت في فترة غيوم ما ينفعش تاخد فيها قرار، وده كان الدلال على الامبرس اللي هو تهيأ. لما قلت لك عندنا كشف وسقوط لاقنعه. تمام. فهنا بيقول لك النجوم في طريقك دلوقتي، يعني في غيوم عموما، ولكن هتتقبل افكار جديدة وهتنظر الحياة بشكل مختلف، ولو ده حصل بيبقى النجاح في طريقك والامان والاستقرار والحماية. مش معنى انت واقف في نفس المكان ان حياتك واقفة، ربما بتتحرك وانت مش واخد بالك، فركز في اللي جاي. طاقات والابراج اللي ظهرت معانا طبعا ناريه، ترابيه، هوائيه، مائيه. الابراج اسد، قوس، حمل، ترى، عذراء، جدي، سرطان، حوت، عقرب، ميزان، تلو، جوزاء. الابراج الكبيره الثور والجدي والعذراء والقوس والحمل والسرطان. السرطان والعقرب والدلو. الجوزاء، الثور، القوس، الميزان. دي الابراج الكبيره اللي كانت موجوده معانا في القراءه النهارده. بكده طبعا تكون خلصت القراءه. شكرا ليكم، اشوفكم على خير، توحشوني جدا جدا، مستنياكم في قراءات تانية كتير. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. باي باي.